أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من أهلا يا عرب. المرة دي الحلقة هيكون تركيزها كله على النساء مش على الرجال. لازم تعرفوا إن فكرة النسوية وأن تكون المرأة ذات قيمة، هي القصة إن مش المجتمعات أو فرض النسوية على المجتمع هي اللي بتخليك امرأة أو أنثى. الأنثى مختلفة عن الرجل، ربما تفوق الرجل في أشياء كثيرة جدا، لكن فكرة إن تكون هي مطالبة بحقوق أكتر من طاقتها لدرجة المساواة بينها وبين الراجل، دي مصيبة. دي مصيبة. ليس تميزا عقل، ليس في تميز العقل، بس هي ملكات. ملكات الرجل تختلف عن ملكات المرأة، ومتى وضعت الملكات في حالة منافسة، المنطقي والعقل أن صاحب العاطفة الأقوى هيبقى هو الأضعف. ومعروف أن أنتن عاطفتكن أكبر وأقوى وأطغى، فحكمك حكم هوى. فكرة إن اتزرعت وسطينا وسط مجتمعاتنا ما يسمى بالنسوية، دي فكرة قبيحة وقبيحة، لأنها أهم مبدأ قامت عليه الماسونية العالمية، اللي هو أن تجعل هناك فرقة بين الذكر والأنثى في المجتمعات، بمعنى أن يحصل حالة صراع دائما وأبدا. الست هي حاسة أنها مضطهدة، راكبة على كل شيء ومضطهدة، هي واخدة السكة دي، وفي كل البلاد العربية. ده مش معناه ان مفيش تجاوزات، لا في تجاوز، بس فكرة انك مضطهدة وتوصل بيك درجة البجاحة انك تطالب بتعدد الازواج، او تصل بيك درجة البجاحة انك تطالبي بانك تكوني مثل الرجل تماما في كل شيء. طيب خلاص، قومي بدور الراجل بقى. خلاص، انا عايزه تبقى راجل، ما تبقى راجل. انت هتقرفينا ليه؟ مش عاجباكي كونك انثى؟ خلاص، تنيلي احلقي دقنك احلقي شعرك وربي دقن وشنب والبسي زينا وخلاص عيشي وسطينا وخلاص. انما انت عامله هزقتك مساواه ايه ونيله ايه؟ هو في حاجه اسمها مساواه؟ ربنا قال ذكر وانثى، انتوا اتجننتوا.